طبعًا حالة بالتفاصيل دي كلّها كان مطلوب لها برضه urine وculture وsensitivity، مطلوب لها مزرعة وحساسية، نبتدي نحضّر لها الميديا الخاصة بيها، تزرع بقى على الكليد، تزرع على الماكونكي، تزرع على مثلًا كليد وماكونكي وممكن بلاد، بس الكليد والماكونكي أهم شيء. وطبعًا بتحضّر برضه طبق خاص بالsensitivity بيكون على nutrient أجار، وطبعًا بحكم إن هي الباص over 100 فطبيعي هتحتاج مزرعة طبعًا، ونشوف برضه المزرعة هتبقى تطلع إيه إن شاء الله. أكيد هيبقى في جروس، إلا لو في بعض الشروط في المزرعة إن المريض طبعًا يكون موقّف المضادات الحيوية لمدة 3 أيام تقريبًا، علشان ما يكونش في resistance أو في مقاومة، فتكون البكتيريا عاملة حواليها الجذور بتاعتها تكون متحوصلة، تكون عاملة الspores بتاعتها، فأنت بتسيبها 3 أيام عشان تخرج من الحيصلة. لأن لو أنت واخد مضاد حيوي خلال المدة دي ما بطّلتش المضاد الحيوي، هيحصل إيه؟ إن أنت ممكن تيجي تعمل مزرعة يكون طالع معاك الباص over 100 وفي الآخر تيجي تعمل مزرعة يقول لك نو جروس. بيكون دي مشكله من ضمن المشاكل مع حاجات كتيره جدا زي الاسترايل بايوريا او الصديد العقيم وتفاصيل كتير تانية. ولكن خلينا بقى نشوف النتيجه بتاعت التقرير هتطلع ايه في الريبورت، ونبتدي نتكلم على بعض الحاجات بشكل مبسط وسريع باذن الله. يلا بينا.